تعرف ان بنسبه 50% من الشقق الموجوده في التجمع الخامس دي فاضيه؟ ودي من اكبر المشاكل اللي بتواجه اي حد شاري شقه نصف تشطيب. طب انت واخد بالك من نجاح مشاريع طلعت مصطفى الرحاب ومدينتي؟ انت واخد بالك من نجاح اعمار في مشروع ميفيدا، في مشروع اب تاون كايرو؟ تعرف ان كل الشقق اللي موجوده في المشاريع دي كلها بتتسلم تشطيب بالكامل، وده بيخلي عمليه التسعير وعمليه الربح تبقى اسرع بكتير. ده غير ان انت لو مش عايز تنقل من اول يوم استلام تعرف تاجر وتدخلك فلوس. فعشان كده نصيحه مني، وانت بتشتري شقه دور لك على شقه متشطبه بالكامل. الكومباوند اللي ورايا ده مثلا المراسم، ده بيسلم متشطب بالتكييفات. اي حد اشترى في المراسم واي حد اشترى اي شقه تانية في كومباوند نصف تشطيب، تعال اتفرج النهارده المراسم بكام، اتفرج على اي شقه في كومباوند تاني نصف تشطيب عامله ازاي. ده غير ان الحياه في المراسم بقت موجوده بالكامل. ليه؟ خلاص انت هتجيب فرشك وتسكن على طول. ده دلوقتي بقى في ديفلوبرز بيسلمك الفيلل كمان متشطبه. تخيل كده لما انت تخش كوميونتي كومباوند فيلل وكلها متشطب، اتفرج عليه مع الاستلام هيبقى عامل ازاي وجماله عامل ازاي. فنصيحه مني، دور كويس قوي وحط من ضمن البرايورتيز الكومباوندز اللي بتسلمك متشطب، عشان ده هتوفر عليك حسل عالي قوي قوي قوي. لو عايز ابدا ادردش معاك في التفاصيل والكومباوندز اللي بتسلمك متشطب، بعت لي مسج وان شاء الله ابعت لك كل حاجه. شكرا.